يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض مربى الفراوله. حاجات حلوه دايما نديها لاولادنا كده على الصبح ونديهم طاقه. فهنعمل مع بعض بقى مربى الفراوله بطريقه حلوه جدا، بدون بنجر، بدون اضافات كتير، سهله التحضير وكمان رخيصه جدا اليومين دول. فنبدا ان احنا نعمل منها كميه ونشيلها عندنا في التلاجة. اول حاجه عندي 2 كيلو من الفراوله. اهم حاجه طبعا تجيب الفراوله يعني ايه الحمراء، وكمان تكون كبيره مش صغيره. هنبدأ بقى. أنا عندي هنا 2 كيلو من الفراولة. طبعا سعر الفراولة اليومين دول رخيص جدا، الكيلو ب 12 جنيه، دول 2 كيلو ب 25 جنيه. فما شاء الله سعرهم حلو جدا. هنبدأ بقى ان احنا نشيل الوردة كده بتاعتنا من فوق، ولو في حاجة منها طبعا بايظة، انتوا عارفين انه اغلب التجار او اغلب البياعين ما بيخليكيش ان انت سواء تنقي الفراوله، فبيديكي كده ايه الفراوله على بعضها. حشنا الوردات بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين كده. نبدا بقى ان احنا نغسلها غسلتين حلوين. هنضيف عليهم اول حاجه حبه من الميه ونشطفها كويس جدا، ونضيف الميه بتاعتها او نكب الميه بتاعتها، ونرجع تاني مره نغسلها غسله محتبره تاني. يبقى كده اتاكدنا ان الفراوله بتاعتنا يعني ايه اتنضفت تماما. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنبدا ان احنا نجيب الفراوله نقطعها بقى قطع صغيره بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، ونبدا بقى ان احنا نعمل الطبقات بتاعتنا. جبت اول حاجه شويه من الفراوله تحت كده في البايركس او في صينيه، وندي ما بين كل طبقه والتانيه كوب من السكر على حسب بقى الطبقات بتاعتك. انا ال2 كيلو عملوا لي 3 طبقات، فحطيت طبقه تانيه وبدات ان انا احط برده كوب من السكر. الكوب ده حوالي 200 جرام من السكر. يبقى انا ضفت لل2 كيلو الفراوله ضفت لهم كده 600 جرام من السكر، يعني نص كيلو 100 جرام. وهنبدا ان احنا نحط تالت طبقه وهكذا. وبعد كده بقى ايه، نغطي عليها كده بطبعا استريتش ونسيبها لمده لا تقل عن 3 ساعات. سيبها لتاني يوم لحد بعد كده ما تحسي ان الميه بتاعت الفراوله نزلت تماما بالشكل اللي انت شايفينه ده. هنبدأ بقى ان احنا ناخد الفراولة بتاعتنا ونجيب بقى حلة نضيفة كده، حلة كبيرة، ونبدأ ان احنا نضيف عليها الفراولة. طبعا انا سبتها 3 ساعات، المفروض ان انا اسيبها اكتر من كده او لتاني يوم علشان السكر يدوب تماما. هنغطيها نحطها على النار لمدة لا تقل عن ساعة ونص. طبعا لو النار عالية هتاخد اقل من كده، لكن انا بوطي النار تماما عليها شمعة وبسيبها ساعة ونص. دي كده بعد حوالي ساعة الا ربع انا شلت الغطا من عليها، وببدأ بقى ان انا احوش الريم اللي على الوش. كل ما الريم يطلع على الوش اللون الابيض ده نبدا ان احنا نحوشه بالمعلقه. وفي نص التسويه كده هنبدا بقى ان احنا نجيب الهراسه بتاعتنا بتاعت البطاطس، ونهرس كده كميه الفراوله بالشكل ده علشان تنزل كل العسل بتاعها ويندمجوا مع بعض. سبتها كمان ساعه الا ربع، يبقى كده اخدت معايا ساعه ونص كامله. لكن ما بين كل كده يعني ربع ساعه نبدا ان احنا نشيل الغطا ونحوش الريم بتاعها الابيض اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نخلص ونتاكد ان هي ما فيهاش ريم تماما. وكمان لونها ما شاء الله حلو جدا. كمان لو عايزه تعززي اللون بتاعها هقولك هتعملي ايه. هنا خلاص كده الساعة ونص يعني ما شاء الله اخدت بالظبط ساعة ونص، والفراولة بتاعتي كده بقت جاهزة. حبيت ان انا يعني اغمق اللون شوية، فجبت طبعا لون الطعام اللي هو الاحمر ده، بديله يا دوبك كده نقطة واحدة مش نقطتين كمان، ويبقى بالشكل ده. هنسيبها بقى تبرد تماما. اهم حاجة ان انتي المربى ما تحطهاش في البطرمانات وهي سخنة، لا هنسيبها تبرد تماما. وبعد كده نبدأ بقى ان احنا نحطها في البطرمانات. حلوة جدا جدا، مفيدة لاولادنا، تقدري تعملي كمية كبيرة، طعمها حلو جدا بجد. واتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها، وما تنساش بقى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم في الوصفه. ولو حابين وصفات كتير اتمنى كمان ان انتوا تكتبوا لي. اشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تي في. باي باي.